السلام عليكم. نبدأ بأفضل الصلاة والسلام على خير الأنام، ونبدأ في الوصفة تاعنا اللي هي كوكا. نروحو للمقادير. عندنا كاس حليب دافي، نص كاس زيت، حبة بيض، مغرف صغيرة سكر، مغرف صغيرة ملح، مغرف صغيرة خميرة كيميائية، ونلمو بالفرينة. نروحو لطريقة التحضير تاعنا. نحطو الكاس تاع الحليب تاعنا، نزيدو نص زيت، نزيدو الحبة تاع البيض تاعنا، نخلطو السوائل، نزيد لهم مغرف صغيرة سكر ونخلطوها، نزيدو لهم تاني مغرف صغيرة ملح ونخلطوها، ونروحو نديرو الكمية الاولى تاع الفرينة وندير لها مغرف صغيرة خميرة كيميائية، ونقعدو نلمو في العجينة تاعنا. لهنا ما عطيتكمش الفرينة بالكيل بالضبط، لانه كل حبة تاع بيض كيما مدارين نقولكم كاين كبيرة كاين صغيرة، نوعية تاع الفرينة كاين تشرب كاين اللي ما تشربش. فلهنايا ما عطيتكمش الكيل بالضبط تاع الفرينة، لكن عينكم هي ميزانكم. انا لهنا كيما راكم تشوفوا خدمت عيني هي ميزاني، بصح غادي كي نوريلكم القوام تاع العجينة اللي تحقوه، فعادي راح تلموا العجينة حتى تحصلوا على داك القوام. لهنايا القوام اللي نحتاجوه في هاد العجينه تاعنا يكون بزاف طري وما يكونش يتلاصق لا في البلون دو طرافاي ولا في اليد. انا راح مع التالي نوريكم كيفاش ديروا تعرفوا بلي ماشي يلصق في البلون دو طرافاي وفي يدكم. لهنا نزيد الفرينه غير بشويه، ونسيو كاع داك العجين اللي يكون لاصق في الريسيبيون تاعنا كاع نقلعوه. لهنا الفرينه الا زدتوها دفعه واحده راح تحشيها لكم، تيبس لكم العجينه، ما تجيكمش نتيجه شابه وما راح تنجحوا في الوصفه اكيد. فاذا زدتوا الفرينه غير بشويه باضافات صغيره راح نتوما تحكموا في العجينه تاعكم وتخرج لكم النتيجه كما شفتوه. لهنايا نزيدوا الفرينه حتى نتحصلوا على العجينه اللي رانا باغيينها. هكا نزيدو فرينه ونلمو العجينه تاعنا غير بشويه. لهنايا اسهل من هاد العجينه تاعنا ما كاش، لانه ما فيهاش زبده التوريق، الزبده اللي تستعملوها نورمال في الدار اي نوعيه تكون عندكم. وتاني لا فارس تاني سهله بزاف كما راكم تشوفوا لهنايا. راني رفدتها من الريسيبيون حطيتها في البلون دو طرافاي. شوفوا راهي لصقت لي في البلون دو طرافاي. زدتها شويه فرينه، وبعد ما زدتها هذيك شويه تاع الفرينه راح تشوفوا النتيجه اللي نتحصل عليها اللي كنت نحوس عليها، اللي هي صاي ما تلصق لي في البلون دو طرافاي وما تلصقليش في يدي. ها لهنا كما راكم تشوفوا كما راني نلعب بها ما لصقتليش في يدي. لهنا راح نحطها تريح ونمروا للتكتوكه تاعنا. واش نحتاجو فيها 3 حبات بصل متوسطين نقطعهم هكا رقيق، ندير شويه زيت في المقله ونخليهم يدبالوا. هنا بعد ما يدبال لي نروح نجيب هذيك الطوماطيش تاعي اللي كنت قطعتها بتيدي ونحطها معاه. لهنايا لقيت 2 مورسو تاع طوماطيش اللي ما كنتش قطعتهم ما شفتهمش، نقطعهم ونديرهم راهي مداري تصرانا. نزيد معاها نص مغرف طوماط كونسونطري، شويه ملح وشويه حرور اللي هو فلفل اسود. لهنايا التكتوكه تاعنا من نعرفوها قربت الطيب نزيد لها على صبعيه هكا غير شويه تاع السكر باش نقلعوا هذيك الحموضيه تاع الطوماطيش، وتكون لافاس تاعنا واجده. اسهل منها واقتصاديه منها ما كاش. دروك نروحوا للعجينه تاعنا اللي كنا مخلينها تريح، نكملوا التحضير تاعها. هنا بعد ما قطعتها الربع قرصات وذوبت الدهن تاعي كما قلت لكم اي نوعيه تكون عندكم في الدار تخدموا بها. انا كانت عندي صول خدمت بها، وانتوما اي ماركه تكون عندكم ديروها. المهم ماشي زبده التوريق. انا لهنايا سما جبت لكم وصفه بدون زبده التوريق. لهنايا درت الفرينه تاعي في البلون دو طرافاي وبديت نحل في العجينه تاعي. العجينه اللي كيما تكسليها تتكسل، كيما تحليها تنحل معاك ما تعيكش ابدا. لهنايا بعد ما حليت القرصه تاعي الاولى عفوا، رحت للقرصه الثانيه تاني نحلها بنفس الطريقه، نحلوها رقيقه باش يجينا التوريق باين والتوريق شباب. لهنا كما راكم تشوفوا نحلها كاع. لهنا نورمالمون نخلي هادي في البلون دو طرافاي، بصح انا بنت لي اللي حليتها الاولى كبيره فراح نوخر هادي على جهه ونحط الاولى. فوالا دوك نعاود نرد الاولى اللي كنت حليتها ونزيد نرققها، نزيد نحلها غايه. لهنايا عفوا على التصوير كنت حاسبه كاع العجينه تاعي راهي تبان، التليفون تاعي كان داير وما شتهش. لهنايا بديت ندير في الدهن تاعي على الوجه
شوفوا ندهنها قاع كاملة صاير داير، ونزيد هذيك الثانية اللي كنت مخريط اللي كنت حلتها. شوفوا العجينة كيما تكسليها تتكسل معك، ما تتقطع ما تعييك ما والو، كيما تكسليها تروح معك. لهنا كون كانت كبيرة وزدت كسلتها تزيد تتكسل نورمال. لهنا نقلعوا كاع الحواشي اللي يكونوا خارجين وعوجين وكاع باش تجينا الخدمة متحوفة وشابة. لهنا نزيد ليكو هذوك النبولات اللي يخرجوا لنا ما يدل على نجاح الوصفة. لهنايا كما راكم تشوفوا تبعوا نفس الخطوات. لهنايا الفيديو تاعي كان طويل بزاف فخففته لكم، بصح كامل المراحل راهم باينين ما قطعت حتى مرحله. نديروها على شكل مربع، نديروها في السيلوفان لمده 10 دقائق في الكونجيلاتور، ونروحوا تاني نوجدوا الثانيه. هيا لا بعد ما كملتها نديرها في السيلوفان ونديروها في الكونجيلاتور تاني لمده 10 دقائق. ومن نكملوا وتفوت مده 10 دقائق نروح للاولى اللي بديت بيها. هنايا بعد ما لافاغس تاعي وجدت وبردتها ومرت 10 دقائق، رحت للعجينه الاولى اللي بديت بيها نحلها باش نديرها في السنيوه تاعي. شوفوا لهنا النبولات اللي راهم يخرجوا ما شاء الله. حلوا كاع الوصفه تاعنا. نديروا الفارينه ما تكتروش بصح ديروا شويه باش ما تلصقلكمش في الوراق وفي البلان دو طرافاي هكا، باش كيما ديروا لها تروح معاكم ما تغبنكمش. كل شيء راه موضح في الفيديو. ها شوفوا كيفاش نحلها كيفاش تساعفكم. انا نسيو نحلوها على حساب البلا تاعنا. انا لهنايا حليتها شويه صغير على البلا، غادي مين نحطها نسي غير بيديا نديرها على قد البلا تاعي وما تعينيش تعاود تسعفني نورمال كيما ندير لها تروح معايا. شوفوا لهنا راح نوخر العجينه تاعي على جهه، نروح نجيب البلا تاعي اللي كنت درت له الفارينه ونحط العجينه تاعي، ولهنا نسقمها كامل على حساب البلا تاعي. ونروح نجيب لافارس اللي هي تشكشوكه نحطها كاع في العجينه تاعي ولا في البلا تاعي، ونسيي الاطراف ما نوصل لهمش باش العجينه ما تغبناش وتتبل عنا غايه عفوا مع التالي. شوفوا لهنايا راني ندير في لافارس تاعي بصح ما نوصلش للاطراف باش تتبلع عنا العجينه مع التالي وما تنحللناش في الكوشه. لهنا كان عندي جبن طري درته وراح نزيد تاني جبن مبشور في الاخير. لهنا اللي ما مشي متواجد عندها الجبن كيما راي هكا لافارس دير فوقها العجينه وتبلعها وديرها وابن منها ما كاش تجيكم واحد البنه ما شاء الله. ولهنا اللي يكون عندها اي اضافه ديريها راح تزيد فيك وراح تزيد في البنه تاع الوصفه تاعك اكيد. لهنا بعد ما حليت العجينه الثانيه بنفس الطريقه ودرتها فوق الكوكا تاعي. شوفوا لهنا راني نقلع في الزوائد ونسي نبلع بصبعي غايه باش نعرفها بلي ما غاديش تنحلي في الكوشه. شوفوا لهنايا بعد ما نبلعها كاع ندور صاير داير على الحواشي اللي يكونوا زياده نقلعهم كاع بهذيك لاغولات. فوالا بعد ما نقلع كامل هذوك الحواشي بلا غولات نروح نجيب الخدمي ونقطع العجينه تاعي. لهنايا نقطعوها تل تحت ماشي غير نطراسو نقطعوها كامل هكا. ولهنا كل وحده والكاري اللي تبغيه، كاين اللي تبغيه كبير بزاف كاين اللي تبغيه صغير على هكا. انا درته متوسط ما كبير ما صغير. فوالا وتخرج لكم كميه ما شاء الله. لأنا نروح نجيب صفار البيض. الا كان عندك حليب ديري، خل ديري، قهوه سريعه الذوبان ديري. انا لهنا كان متواجد عندي الخل فدرت لها شويه خل غير باش نقلعوا هذيك البنه تاع البيض. هذا مكان لهنايا من بغيت ندخلها جاب لي في اخر لحظه الزيتون فدرته في اخر لحظه ودخلته للفوق. شعلت له من تحت. لهنا من كنت نوجد كنت شعلته 180 درجة من تحت ومن بعد نشعلها من الفوق تحمار لي. لهنايا بعد ما وجدت شوفوا كيفاش جاتني مورقات ورق راه باين ما شاء الله. اللي عجبها عليها الى ديليجام وابوني. شكرا.